حاله محاكاه صوتيه بتحكي مشكله. محاكاه صوتيه يعني ليس الصوت لحاله حقيقيه، ولكن هي صوت بينقل حاله حقيقيه جت لنا من على الفيسبوك. دكتور شادي هو الفيسبوك بتاعه جات له امثله كتيره لهذه الحاله. هنسمع مع بعض محاكاه صوتيه لمشكله مهمه جدا في علم التجميل الاسنان. اتفضلي يا فندم. 18 سنه، بعاني من صغر حجم اسناني وانها متفرقه، المينا متآكلة، وكمان العضة مش مظبوطة، وده بيؤثر على مخارج الحروف ووظيفة الأسنان بشكل عام. فعاوزة أعرف العلاج. شكرا جزيلا. في كام نقطة في الحالة اللي احنا عرضناها دي. أولا حتة العضة مش مظبوطة. أنا ما فهمتش يعني إيه العضة مش مظبوطة. العضة مش مظبوطة بتبقى عادة إن السن المفروض إن الفك العلوي بيبقى سابق الفك السفلي عشان الواحد يعرف يقطم أو يقطع الأكل، فبيبقى الفك العلوي كده والفك السفلي سابقين بعض. فالعضه مش مظبوطه، ممكن بقى تبقى الفك السفلي سابق الفك العلوي او قصاد بعض، ما يبقاش قافل سنانه على بعض كويس، فلما يجي يقطم او يعض على سنانه على بعضيها ما يعرفش يقطم زي المنظر اللي احنا شايفينه ده بوظان خالص. طبعا وحاجه بنت صغيره عندها 18 سنه. فالمنظر ده طبعا كارثه طبعا. بتبقى حاجات بقى مثلا من المضادات الحيويه والام في سن الولاده او الكلام ده كله ساعه الحمل، او عادات سيئه او حاجه وراثيه، يعني بقى ليها اسباب كتير. وكانت زمان الحواديت دي يعني بيفضل البني ادم في مأساة طول عمره، ويقول لك ما اعرفش اضحك والكلام ده كله. لما بنيجي نصور اهو بنصور بقى زي ما بقول لحضرتك كده، الكاميرا الليزر بتديني الموديل 3 دي او الموديل الثلاثي الابعاد ده منظره على الكمبيوتر، ابتدي اشوف بقى ايه العلاقات بتاعه الاسنان وايه احسن وضع للعضه والكلام ده كله. فبنصور ده اكنه المقاس بتاع زمان او الموديل الجبس اللي كان بيتعمل زمان من العجينه دي. تقعد انت تعمل كده وتتك قوي. ايوه فتتك قوي. لا ما انا ليا تاريخ. ايوه فبيجي برضو ده برضو الموديل بتاع الفك العلوي. فبرضه بنصور بيبقى شايف منظر اللثه، لو في التهاب في اللثه، لو في فراغات مش مقفله، يبقى شايف المنظر. كان زمان الجبس ده ما بينيش حاجه، الجبس ده حاجه لون واحد ومش شايف حاجه. انما هنا لا، انا شايف الحواف، فين اللثه، فين السنان، فين الكلام ده كله. انا شايف الصوره قدامي ملونه اكني بق العياني قدامي بشرح عليه. تمام. وابتدي اعمل الديزاين، ارجع بقى الفك السفلي لتحت زي ما انا عايز، اعمل السنان للشكل اللي انا عايزه، ابتدي اعمل لا انا عايز اعمل هنا راوند، والعيان يشوف بقى اركب الكلام ده، ممكن اركبه على وشه. اقول له طب شكلك كده عاجبك تمام، طب العضله بقى نظبطها، طب مش عارف ايه، يعني اكنك بتعمل تقويم وتجميل وتبييض في نفس الوقت. حلو قوي. وبرده نفس فوق اظبط الشكل، اطلعهم لبره شويه. طب انت نفسك في لونك السنان هتبقى ايه؟ انا عايز السنان اكنها طبيعيه، اكني مش عامل حاجه في اسناني. طب حاضر. عايز لا سنان فاتحه هوليوود سمايل، حاضر. هوليوود سمايل اللي هو السنان جميله بقى وايديال والوايت قوي بقى، او الايديال اللي هي بتاعه النجوم بالظبط. واجي بقى العضه هي زي ما انت حضرتك شايف بقى، ابتدي ايه، اخلي الفك العلوي ورا قدام الفك السفلي، اخلي سنه عضه على بعضها تعرف تقطم، نظبط العضه برضو اكن العيان عاضد. حلو قوي. يعني بدل بقى ما اقعد اقول له عض والمعجون والمش عارف والشمع، انت بتظبطها بالكمبيوتر. الكمبيوتر اقول له اعض السنان على بعض، لو في حاجه مش مظبوطه اقول له الكمبيوتر اوتوماتيك اعمل لي بروبوزل، واوتوماتيك اعمل لي شكل عضه مظبوط. حلو. فمفيش بقى عاليه وواطيه ونعمل بروفا والكلام ده كله، لا ده كله مظبوط بالمايكرو، ويوصل لي المنظر بالمنظر. ده قبل وبعد. بعد ده بقى ما خلصنا المنظر اللي حضرتك كنت شايفه على الكمبيوتر. طبعا انت حاطه الازرق ده اللي هو موسعات بقى، حاجه كده توريني الفم بانوراما يعني. انا اقدر اشوف عشان اقدر اشوف ده في ساعتها. يعني الكلام ده تم في 24 ساعه او في يوم واحد. جات لي عملنا كل الكلام ده كله واتلزق، وده صوره للعلم حضرتك في ساعتها يعني. واحنا بعد ما لزقنا ب5 دقائق خدنا الصوره في ساعتها. ده المنظر. فالمنظر اللي شفناه على الكمبيوتر بالظبط ناتشرال قوي بالظبط. هي كانت طالبه ان اللون ده والشكل ده يبقى اكني مش عامله حاجه خالص. انا كاني شايف سنانها. يعني انت لو قلت لي ايه هقول لك هقعد افكر في ايه سنانها وبتاع. ناتشرال جدا بالظبط. شكلها جميل جدا. والمنظر اللي احنا شفناه على الكمبيوتر هو اللي شفناه على الواقع. يعني ما اتغيرش ولا الهوا. يعني هو بالظبط بالمايكرون. يعني المكنه دي بتخرط الدقه بتاعتها توصل ل 25 مايكرون. دي حاجه يعني 25 مايكرون. المايكرون ده تقريبا اللي هو حاجه واحد على واحد ومش عارف اس سالب. المهم ربنا يوفقنا ونفتكره. والله ده حاجه صعبه. المايكرون ده حاجه صغيره جدا. بالظبط. لا تمام حلو قوي. طيب احنا بنعمل الكلام دوت. العيان بيحتفظ بهذه التركيبات فتره زمنيه قد ايه؟
يعني هو اصل احنا دايما لما بنيجي نتكلم، انا ما اقدرش اتكلم يعني في الجامعه والكلام ده كله حضرتك عارف، لما نتكلم لازم اتكلم بناء على بحث علمي. فاقصى بحث علمي اتعمل في الموضوع ده كان 15 سنه. لان هم ما كانش في بحث استمر اكتر من كده. 15 سنه. فاحنا بنقول 15 سنه ان هي بتقعد اكتر. هي المينيمم 15 سنه، لانه عالم تجميل الاسنان برضو عمره مش 20 سنه تقريبا. بالظبط كده. فالنوع ده من التركيبات والطريقه دي في التركيبات، البحث العلمي اللي اتعمل عليها بره، انت عارف حضرتك عشان ينزلوا لنا حاجه بيقعدوا يعملوا عليها بحث علمي 10 سنين و15 سنه، فاقصى بحث علمي اتعمل 15 سنه. فهي بتقعد المفروض العمر الافتراضي، وبتبقى مضمونه من الشركه الام في المانيا. الشركه الام تضمن لي ان التركيبه دي لا دي تقعد 15 سنه، لو حصل فيها اي حاجه بتبقى ريبليسد او تتغير فور فري من غير اي حاجه. وهي ما جاليش حالات لحد النهارده ان حصلت مشكله في حاله من الحالات دي، يعني من ساعه ما ابتدينا الحدوته دي. العيان بعد ما بيركب هذه التركيبات، هل في نصايح معينه بتنصحوا بيها؟ تكسير حاجات، في ناس بتحب تاكل حاجات صلبه، يعيش حياته عادي ويستخدم الحاجات الصلبه عادي، ولا يعملها كانها سنه طبيعيه؟ ما برضه الحاجات الطبيعيه، السنه الطبيعيه بتخاف من الحاجات دي. والله بص حضرتك، اقول لحضرتك على حاجه، الماد او ماده البورسلين النقي بتاعت الايماكس دي هي في الطبيعه نفس ماده السنه الطبيعيه. فانا اكني بحط سنه طبيعيه تاني. انا كمان بقعد اقول لهم كسروا بندق على السنان. وكان في حد عملت له زرعات فوق وتحت وحطينا له عليها السنان، قعد كان اول مره ياكل تفاح ناشف، كان بقاله كتير جدا في اللطقم والحاجات دي. كان نسي ياكل الحاجات دي، وقعد على كرسي السنان ويكسر بندق. فاحنا دايما بقول لهم كسروها وتعالوا لي، لو عرفتوا تكسروها تعالوا لي. هي بتتعرض لاختبارات صلابه قويه جدا جدا جدا، ما جراش حاجه خالص. انت نورتنا واسعدتنا، واضافه كبيره، احنا عندنا اضافه كبيره مهمه جدا جدا. يعني انا بقى عندي احساس، انا بقيت دلوقتي عندي احساس كده بمين اللي هيعمل طفره في الدكتور. فالدكتور شادي هيعمل طفره في الدكتور. انت نورتنا كالعاده، ويعني انا بهنيك وبحييك على شياكه لبس بتوع السنان. على فكره ده لبس السنان عشان الناس برضه هتسالني. بيلبسوا غيرنا، دول ناس شياكه، ناس رايقه. كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس مدرس طب الاسنان بكليه طب جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. نورتك كالعاده دكتور. ربنا يخليك. الدكتور شادي كلمنا بشكل تفصيلي عن تجميل السنان. السنان ليها دور مهم في حياتنا، ليها دور مهم في شكلنا. ما حدش يهمل هذه الجزئيه في حياته ويعتمد على انه هيقدر يخفي، مش هيعرف يخفي السنان وهو بيضحك او يداريها بايده. في ناس كتير جدا بتلجأ لهذا الاسلوب، لكن في الحقيقة السنان هتبان مهما كان الامر، وهيبان شكلها مهما كان عيوبها. والعيوب الصغيرة زي ما احنا شايفين بتبان كبيرة جدا الحقيقة. خلي بالكم من كلامنا لانه مهم جدا جدا جدا، وعلى وعد بان الحوار اللي جاي مع الدكتور شادي نتكلم بتفصيل اكبر واكثر عمقا في هذا المجال الهام جدا، علم الاسنان. خليكم مع الدكتور، ما تروحوش في اي حته ثانيه.